ودي بقى بطلتنا ماما، بنت قصيرة كده وعندها شوية نمش حلوين. اتولدت في حارة من أفقر الحواري، وكانت مهووسة بتجميع الأعشاب لتصنيع الأدوية، وكانت شاطرة قوي، يعني من الآخر كده صيدلانية شاطرة قوي. وفي يوم طلب منها أبوها توصل شوية أدوية لبيت اسمه بيت جنزار، بس أبوها وقفها وقال لها تاخد بالها من نفسها، لأن في كلام منتشر عن ناس مجرمين بقوا من فترة بيخطفوا البنات. لكن ماما قالت له ما تقلقش عليا، أنا مش هتأخر. وبعد كده بتروح لبيت جنزار، ونشوف هناك ازاي الرجالة مهووسة بالنساء الجميلات، واللي بتشوف النساء هناك ازاي مهتمين بنفسهم. وطبعا ماما مش شاغلة بالها بالجمال إطلاقا، وكانت بتجرب شوية تجارب في غرفة من غرف بيت جنزار، وبنشوف إن إيديها اتصابت، وبتفكر في إنه لازم تغير الوصفة علشان تعالج إيديها. وفي اللحظة دي بتدخل واحدة من الفتيات اسمها بايرن، وبتقول لها انت ايدك اتدمرت جدا. بس فجأة تدخل عليها ست عجوزة وتزعق فيها وتقول لها يا ريت المرة دي ما تفجريش الصيدلية وانت بتعملي تجاربك. ماما أول ما بتشوف الست العجوزة بتتلبش منها، وساعتها سابت المكان ومشيت بسرعة، وهي بتقول الولية العجوزة دي كل ما تشوف وشي تقولي الكلمتين دول وتعكر مزاجي. وهي راجعة في الطريق بتدخل على الجنينة وتبدأ تلم شوية أعشاب، ولكن بيطلع عليها خطافين النساء، وبتنتقل بينا الأحداث لمكان جديد وهو قصر الملك. وفي نفس الوقت ده بتكون واحدة من زوجات الملك بتولد ولي العهد، وبنعرف إن الملك عنده زوجتين، واحدة جابت له ولد والتانية جابت له بنت. وبيمر بعدها 3 شهور، وبطلتنا ماو بتبقى مجرد خادمة في قصر الملك بعد ما اتخطفت، وبتلاحظ حواليها نساء جميلات، أما هي فمجرد بنت بنمش مفيش لجمالها أي قيمة، ولكن كانت شايفة إن حياتها كصيدلانية كانت بتسعدها جدا. إنما هي دلوقتي في قصر الملك كخادمة، وكانت شغالة في الجزء الخاص بتربية أبناء الملك، وكان ممنوع تماما دخول الرجال هناك ما عدا الملك والرجال أصحاب النفوذ العالية والمناصب. وبتقول يا جماعة أنا كنت شغالة صيدلانية قبل كده، ودلوقتي بقيت خادمة بمرتب بسيط جدا، ولكن اللي مصبرها إنها بتقبض قرشين. وبنعرف كمان إن في القصر ده الخادمات أغلبهم أميين، يعني لا بيعرفوا الكتابة ولا القراية. لو في خادمة قالت إنها متعلمة بتاخد أجر أعلى، ولكن اللي خطفوها ياخدوا مكاسب من وراها كده أكتر، وده هي ما كانتش عايزاه. وفجأة تيجي صاحبتها وتسألها على كلام مكتوب على ورقة ماما وتساعدها، والصاحبة بتشكرها وبتجري بسرعة. وبعدين بنشوفها وهي بتغسل الغسيل، وصاحبتها بتقولها سمعتي آخر الأخبار؟ ده بيقولوا إن في واحد وسيم وقمر خالص وجاي القصر هنا، وكلنا متحمسين إننا نشوفه. لكن ماما بترد عليها وتقولها كفاية تفاهات يا بنتي، كملي شغلك. فوقتها ما كانتش شايفة غير إن واحد جاي يقرفهم بجماله كل شوية زي اللي قبله. وبنشوف الوسيم جينشي اللي بيكون في أوضة مرات الملك علشان يطمن عليها، وكان كمان في دكتور بيكشف على ابنها اللي تعبان جدا. حتى الدكتور مش عارف الولد ده ماله، ومفيش أي حد قادر يعالجه. ولما راح لجيوكو الزوجة التانية للملك، كمان بنتها الصغيرة وبقت مريضة جدا بنفس مرض الطفل التاني. ومن هنا بتنتشر الشائعات في القصر إن الطفل صاحب ال3 شهور والطفلة صاحبة ال6 شهور هي حالة مرض شديدة جدا. وبنشوف اللي على الله حكايتها دي بتقول لماما تكونش دي لعنة وأصابت ولاد الملك، كل عيال الملك صحتهم بتسوء وبيموتوا، ولا الدكتور قدر يلاقي السبب. وساعتها ماما مش فاهمة صاحبتها بتتكلم عن ايه، وهي قالت لها هو انت على طول عايشة في مية الأناناس كده؟ بص يا ست، الملك ده قبل كده خلف 3 أطفال وماتوا، وتقريبا هيحصل كده مع ولاده الاتنين علشان تعبانين جدا. وصاحبة ماما وتبقى مقتنعة تماما إنها لعنة، وإن الملك شكله مش مكتوب له يجيب أولاد. وبتقول لها أنا سمعت إن الملك بيحب جيوكو إكس عن ريفا، ممكن يكون النساء بيغيروا من بعض. فماما وتسألها إيه الأعراض اللي عندهم، ردت صاحبتها وقالت صداع ووجع في البطن وغثيان. وماما تبدأ تفكر ممكن يكون مرض وراثي، وبعد تفكير طويل في الموضوع ده قالت هو أنا هوجع دماغي ليه، خليني أخلص اللي ورايا وخلاص. لكن فجأة سمعت صوت خناقة، وبنشوف إن ريفا بتضرب جيوكو بالقلم واتهمتها إنها لعنت ابنها علشان عندها ولد وهي لأ، وقالت لها هو عشان انتي خلفتي بنت بقى عايزة تلعني ابني وتخليه يموت؟ ده انتي يومك اسود النهاردة. بس الأميرة جيوكو تقول لها أنا مستحيل أعمل كده. كمان قالت لها هو انتي عبيطة ولا ايه يا ولية؟ وبعدين هو انتي عامية؟ ما أنا بنتي كمان تعبانة بنفس تعب ابنك. وهنا الخناقة دي وصلت أخبارها لجينشن،
وقام بسرعة علشان يفض الليلة دي. وهنا بتيجي ماما مستغربة جدا من الدكتور وتقول هو في ايه، هو عبيط بقاله زمن مع العيال ومش عارف يعالجهم. وبعدين بدأت تفكر في العلاج اللي لازم يتعمل، وقالت أنا محتاجة حاجات أجيبها ومحتاجة أعمل شوية تجارب. وفي اللحظة دي كان واقف جينشن ويسمعها وهي بتقول كده، وكان متفاجئ ويحس بإحساس غريب ناحيتها. وبعد ما بتكتشف سر مرض الأطفال بتكتب رسالة على حتة من ملابسها وبتربطها بزهرة كده طلع كمان عند بلكونة الملكة ريفا. بس بغباء كده ريفا بترمي الزهرة وابنها بيموت. وبيعدي شهر وكل الناس بتكون حزينة جدا من لحظة وفاة الطفل، وبتمر الأحداث والأميرة جيوكو توصلها رسالة ماوماو. وفي ليلة بيروح جينشن للملكة جيوكو بعد ما طلبته وقالت له بص الزهرة دي أنا كنت جايلك علشان تشوف حل لبنتي، ولكن لقيتها مرمية ومكتوب في الغصن بتاعها إن البودرة فيها سم ما ينفعش الطفل ياخده لأن الجسم مش هيستحمله. أنا بقى عايزاك تعرف لي مين اللي كتب كده. وجينشن لما سمع ده قال لها أعتقد الدكتور مش هو اللي عمل كده. قالت له يا جدع انت كده جبت التايهة يعني، ما هو اكيد مش هو لانه اساسا معرفش يشخص الاطفال لما فقد الامل. وهنا جينشي دخل في حيرة يا ترى مين اللي كتبها، لحد ما جت في باله ماما قال للملكة سيبيلي بقى الحكاية دي وانا هجيب لك مين اللي كتبها. واول شخص بيجي في باله انها اللي بعتت الرسالة هي البنت اللي شافها وقت الخناقة ماو. وفعلا بعدها بيتم استدعاء شوية خدام لمكتب المستشار جينشي ومامو طبعا بتكون من ضمنهم. وهو بيبدأ يرحب بكل البنات والبنات كلهم طبعا مبهورين بيه. هو بيطلع ورقة ويكتب فيها البنت صاحبة النمش، وهي أول ما بتقرا ده بتصدق لأنه عارفها وبيطلب من الكل كمان يرجع لأماكنهم مرة تانية. وهنا بتيجي لحظة إدراك لبطلتنا إن كل الخدام دول مش بيعرفوا يقرأوا أصلا، علشان كده مشوا وهي الوحيدة اللي بتعرف تقرأ ووقفت مكانها. وبكده قدر يخدعها ويكشف إن هي اللي كتبت الرسالة لأنها الوحيدة اللي متعلمة. أما بطلتنا بقى فحاولت تهرب بسرعة وتعمل إنها كده معرفتش تقرأ هي كمان، ولكن اتقفشت ومسكها من كتفها وقال لها رايحة على فين يا وزة. وماما تبان إنها مش طايقاه وتقول له ما تحطش إيدك عليا أنت عبيط ولا إيه. وبعد كده بيدخلوا والملكة أول ما بتشوفها بتشكرها لأنها سبب نصيحتها الطبية. بنتها بقت بخير وماما حاولت تنكر ده عشان عايزة تعيش في هدوء وخلاص، ولكن جينشي قال لها وده كلام مش انتي اللي عملتي كده. أولا الرسالة مكتوبة على قطعة من لبس الخدم وانتي قطعتي حتة من لبسك ومفيش غيرك هنا متعلم في الخدم، فاحكي لنا بقى انتي قدرتي تعرفي سبب المرض ازاي. وهنا أدركت إن مفيش مفر خلاص، فترد وتقول إن البودرة دي فيها سم وفي بنات كتير بيستعملوها من غير ما يعرفوا إن أعراضها الجانبية ممكن تقتل. أنا اتولدت في مدينة هانا وكانت الستات اللي بتستخدم البياض بيتسموا ويموتوا بعد فترة وكان بيظهر عليهم كمان نفس الأعراض بتاعتكم فكده. فجيوكو قالت لها وأنا اللي كنت فاكرة إن البياض ده حاجة حلوة. وفي اللحظة دي الأميرة جيوكو تقرر ترقي ماما من مجرد خادمة لمساعدة شخصية ليها. دي اللحظة اللي اتقلبت فيها حياة ماما. وبنروح بعدها للجنود الملكيين وبنشوفهم هما بيتسمموا من القتل وبيموتوا وبيحصل حالة من الفوضى بسبب ده، وكانوا عايزين يعالجوا الجنود اللي اتسممت دي بسرعة. والأخبار دي بتوصل لجينشي عن طريق المساعد بتاعه اللي عرفه إن القرويين هما اللي عملوا القتل. قال له اديني وقت علشان أشوف الموضوع ده. نرجع لماما نشوفها وهي بتجهز وبتنظف نفسها علشان خلاص رايحة تعيش مع الأميرة جيوكو. وأول ما تطلع من بيتها تلاقي المستشار جينشي واقف والبنات حواليه وماما وتستغرب جدا وتقوله انت عاوز ايه بالظبط. وقتها جينشي بيفكر انه لازم يستغل ماما في ان يستغل مهاراتها الصيدلانية دي شوية وان كمان يعرف يغريها بجماله طول الوقت علشان تطيعه وتسمع كلامه. لكن ماما أول ما يحط إيده عليها جسمها يقشعر وتتقفل منه وتقوله يا عم بقولك إيه وسع كده وتجري بسرعة بعيد. وفعلا أول ما توصل بيت الأميرة الخدم كلهم وحتى جيوكو يرحبوا بيها ورئيسة الخدم تبدأ تعرفها على البيت وعلى الناس اللي شغالين. لكن لما تحاول تساعد في الشغل الخدم يرفضوا ووقفوها وقالوا لها لا ده انتي ترتاحي خالص في اوضتك واحنا اللي هنعمل كل حاجة، كفاية ان هيبقى عندك شغل مميز هنا. وبدأ يبصوا لها كمان نظرات شفقة وهي ما كانتش فاهمة مالهم البنات الهبلة دي وشغل ايه اللي مميز وايه كمان برضو نظرات الشفقة دي. مامو تستغرب وترجع اوضتها والخدم بيتكلموا ويقولوا شغلانة مامو دي أصعب شغلانة في المملكة كلها
كلها، وعلشان كده هم حاسين إنها غلبانة، ومامو تقعد في أوضتها زهقانة ومش لاقية حاجة تعملها لحد ما يتم استدعائها من الأميرة جيوكو وجينشي. دعوا ماوماو إن هي تشوف الأكل بتاع الملكة إذا كان مسموم أو لأ، وتاكل منه كمان قبلها، علشان قبل كده الملكة وهي حامل حد حطلها السم مرتين في الأكل. وهنا بطلتنا أدركت إن البنات كانوا بيشفقوا عليها، علشان كده علشان تعتبر هي جاية هنا علشان تضحي بروحها علشان تحمي الملكة من أي سموم محتملة. ولكن الأمر ده كان سهل جدا على ماومو، وقدرت كمان تميز من الريحة والشكل إن مفيش أي سم موجود، لأنها خبرة في ده من وقت ما كانت بتصنع الأدوية، وأكلت من الأطباق كمان علشان تثبت ده. وكانت مبسوطة جدا من شغلانتها الجديدة علشان الأكل الحلو اللي بتاكله ده. ونكتشف إن مامو أصلا عندها مناعة قوية جدا ضد السم من كتر ما كانت بتجرب حاجات خطيرة وهي صغيرة. بعدها تروح لرئيسة الخدم وتقول لها أنا كنت عايشة مع والدي، بس المجرمين خطفوني وجابوني هنا وهم بياخدوا جزء كبير من مرتبي. رئيسة الخدم تسكت شوية وبعدين تقوم مدية ماومو إبريق غالي وبيقع منها، وتقول لها كده كسرتيه لازم تدفعي تمنه، وبما إن مرتبك ما يغطيش تمنه فأنا هاخد النسبة اللي كانوا بياخدوها المجرمين وهقبض مرتبك أنا. مامو قالت لها ما يهمكيش سيبي من مرتبي، بس قلبها كان طيب وادت لها إشارة كده المفروض إن هي تقبض بيها المرتب من غير ما يتخصم منه. وماما هنا بتبقى مبسوطة جدا وشكرتها. لكن فجأة بيجي استدعاء من المستشار جينشي اللي داخل مبتسم وشكل روش جدا، بس ماما أول ما بتشوفه بتتقفل منه، وجينشي بيستغرب ويقول في نفسه هو ليه ضحكتي مش جايبة معاها. وبعد كده بيبدأ يشرح لها اللي حصل مع جيش المملكة، ويقول لها الجنود اتسمموا من الأكل وبدأوا يحسوا بدوخة وغثيان، والجنود على طول اتهموا الطباخين. فسألته ماما على طول هما جابوا الأكل ده منين، فيرد جينشي دلوقتي هما في البراري. ماما وتسأله كمان طب الشوك والمعالق معاهم، فيرد لأ هما اللي بيصنعوهم في الغابة. وفجأة ماما بتكتشف حاجة مهمة وتقوله المكان اللي فيه الجنود مليان أزهار البريندا، والأزهار دي بتطلع سم قوي جدا لما بتتحرق، والجنود بيحرقوها علشان الدفء، وكمان بيستخدموا الخشب بتاعها في الأكل. الكلام بيقنع جينشي جدا وبيطلب من ماومو تصنع أدوية في المختبر. وماومو أول ما بتسمع كلمة صناعة أدوية وشها بينور وبتقوله لو جبتلي الأدوات اللي عايزاها هعملك اللي انت عاوزه. وبعدها جينشي يرجع لمكتبه ومستغرب من ماومو جدا علشان هي الوحيدة اللي ما بتقعش بغرامه من أول نظرة، وأغلب البنات بتتجنن عليه بمجرد ما تشوفه. وده خلى جينشي يقول أنا مش هسكت لحد ما أخلي ماومو تقع في دباديبي. وتاني يوم على طول بيجي الحارس جوشن ويقابل ماومو ويقول لها أنا هاخدك النهاردة على المختبر بتاعك. والدكتور اللي كان شغال هناك قاعد يحكي في ماومو ويحس إن ملوش أي لازمة لأن ماومو أصلا أشطر منه وخدت مكانه. ماومو وصلت والمكان كبير جدا وفيه كل حاجة هي بتحبها، بس فجأة بتلاقي جينشي واقف وراها وتقول في نفسها هو الأمور ده كل شوية يطلع لي، هو الواد ده عايز إيه؟ وجينشي يطلب منها ويقول لها اصنعي لي شوية فيتامينات تخليني أمور شوية كمان. وطبعا ماومو ما تصدق ده حرفيا حلم حياتها تشتغل في المختبر وتخلط وتفكك، وبيقول لها أي حاجة عايزة تستخدميها هنا فأنتي مسموح لك بده. وهي أول ما شافت المكان كانت مذهولة ومبسوطة جدا وقعدت جوه تحط المكونات على بعض اللي هتعمل بيها الفيتامينات اللي طالبها جينشي. وبعد كده بدأت في صنعها وعملت الفيتامينات على هيئة حبوب، لما فاض منها كميات عملتها على شكل كيك وسابته يبرد. وبعد كده خرجت وفي طريقها شافت أعشاب مفيدة وفرحت بيها جدا. طبعا قعدت تجمعها لحد ما نسيت نفسها ورجعت لقيت البنات يفكروه كيك لذيذ وأكلوا اللي هي عملته. وبعد كده بتدي جينشي الحبوب اللي عملتها والملكة بتطلب إن هي تاخد منها للملك، والكل كان مبسوط بمهارات ماومو. تيجي رئيسة الخدم وتزعق لها لكن ماومو بسرعة تكمل تصنيع الأدوية وتسلمها لجينشي. وساعتها الأميرة جيوكو تتأكد إن ماومو بنت يعتمد عليها وإنها تستحق الثقة. وفجأة يظهر جينشي ويقف ورا ماومو ويمسك شعرها ويقرب منها ويشكرها على إنها صنعت الأدوية. وبالليل أحد الخدم بتشوف شبح الأميرة ريفا لابس أبيض ومرعب جدا واقف قدامها، ودي ليها قصة كبيرة جدا هنعرفها مع بعض بس الحلقة الجاية. يلا سلام.